وسهلا يا باشا. اديك شفت الاوض 100 زي الحديد، تعيش 100 سنه قدام. ويكون في علمك دي مبنيه بالحجاره اللي بنوا بيها الهرم. عظيم عظيم جدا. الله يخرب بيتك يا سيد، ايه الجمهور ده كله؟ احنا في ماتش كوره ولا ايه؟ ومحسوبك لا مؤاخذه يا باشا حسن ابو رصين، انا برضو ساكن معاهم في الاوضه دي، ما انا ابو صباح. ايوه ابويا يا باشا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تشرفنا. تبقى حصلني يا سيد. حاضر يا باشا. السلام عليكم. مع السلامه يا باشا. اوصلك. لا قول يا سيد، هو الباشا ماله نزل مش مبسوط كده، زعلان؟ وهتبص ازاي يا صباح؟ هو ده اللي اتفقنا عليه يا صباح. انا قلت لك فتحي مخك، مش تفتحي باب الاستاد. الله، هو طلب منك فلوس؟ طب طلب كام؟ قول لي كام واحنا نلم من بعضينا. فلوس ايه؟ انتوا حلوكوا حاجه؟ ده انتوا تعبانين مله، ده انتوا عايزين اللي يساعدكم ويلم لكم. المساعد ربنا يا اخي، يعني المهم عاوز ايه؟ قلت لك فتحي مخك يا صباح. افتح مخي ازاي؟ طب ما تنورني ما دام ما تسيبني على عماي. يا صبوحه، ده انت ام المفهوميه كلها. يعني بصراحه كده ما كانش في داعي للجمهور ده كله. الله، ما تجيبها على بلاطه، ايه المطلوب؟ بصراحه كده يا صبوحه، الباشا من ساعه ما شافك في الفرح وانت انا ايه؟ مش عشعه في دماغه قوي. اها سايب. نعم يا صبوحه. لا قول لي انت بتشتغل ايه بالظبط؟ محسوبك سايب بعزق، تبعزقيني في كل حته تلاقيني بسلك. الموضوع كده ماشي. للأسف يا عمر، أنا عندي خبر عايز أقوله لك، مزعلني أوي. خير؟ كاميليا مش حامل. ما تضايقش نفسك يا عمر، كل شيء اسمه ونصيب. أهم حاجة تقعد مع كاميليا وتتفقوا كويس على موضوع الخلفة ده. واضح إنه بقى شغلك الشاغل وعامل لك مشكلة. العمر بيجري يا شوكت، فاهم يعني ايه بيجري؟ وانا كل اللي نفسي فيه ولد، نفسي في ولد. تصدق ان انا ابتديت افكر في الكلام اللي انت قلته لي؟ كلام ايه اللي قلته لك؟ انا مش فاكر اي حاجة. كلامك عن الشرع واللي حلله لي ربنا. قصدك انك تتجوز؟ يا ريت. قصدي يعني ده شيء وارد. اهم حاجة تقعد مع نفسك وتحسبها كويس، ولما تنوي قول لي، وان شاء الله هتلاقي الحل عندي انا. لا حول ولا قوة الا بالله. لو اعرف ايه اللي مزعلك بس يا صباح. انت بتستهبل ولا بتستهبل؟ ما انتش عارف ايه اللي مزعلني؟ كل ما اقول سيره فكره السفر دي من دماغك ترجع تتجنن تاني. طب اعمل ايه بس يا صباح؟ ما انت شايفه العين بصيره والايد قصيره، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. يعني انت عاجبك ان انت قاعده جنبي طول السنين اللي فاتت دي كلها وانا مش قادر اعمل لك حاجه؟ اعمى ايه ومفتح ايه؟ هو انا كنت اشتكيت لك ولا كنت اشتكيت لك؟ من غير ما تشتكي يا صبوحه، وهو برضه النفر لازم يبقى حسيس. وبعدين تعالى نبقى صراحه مع بعض. انت مش مره اتخنقت مني رحت كنت هتتجوزي البقال الدمياطي رغم انه متجوز وعنده عيال؟ حصل من زن ابويا عليا، لكن ساعة الفاس ما جت في الراس قلت له لا، امك في العش ولا طارت، ورحت رمياله شبكته وخلقته على طول. طب وعم عجينه الفران ماله ده كمان؟ انا سمعت انه تقدم لك، صح ولا لا؟ حصل، ونزلته قفاي امر عيش. بقول لك ايه يا حسن، اسلم حاجه ان احنا نتجوز، وان شاء الله نقعد في الاوضه مع ابوك. بجد يا صباح؟ بجد يا حبيبي، ان شاء الله في خرم ابره، وعمي 50 هشيله على دماغي من فوق. ها قلت ايه يا روحي؟ قلت لا اله الا الله. اللي ما تعرفوش بقى يا صباح ان زينب اختي طلعت من جوزها النهارده وجابت بنتها وقعدت معانا في البيت. ايه انت بتحط لي عقده في المنشار ولا بتحط لي عقده في المنشار؟ سددتها من كل ناحيه. اسمع يا حسن، اسلم حاجه انك تشيل فكره السفر دي من دماغك احسن ما اضيع منك وترجع تندم. هي سنه ولا اتنين اعمل قرشين وارجع لك تاني يا عمري كله. كلهم بيقولوا الاسطوانه المشروخه بتاعتك دي اللي هنسافر سنه ونرجع، وسنه يجر سنه والعمر يجري، وساعتها يا حبيبي الندم مش هينفع. بس هو يجي السفر يا صباح وساعتها يحلها ألف حلال. ده السفر ده هو المشكلة نفسها. يعني احنا لو دبرنا فلوس الباسبور والتأشيرة والتذكرة يفضل بقى المشكلة الأعوص، هسافر بعقد عمل ولا هسافر طرزان؟
وطبعا عقد العمل مش هقدر على مصاريفه صبوحه، ما انت عارفه. يبقى هسافر طرزان. طب ساعتها بقى هلاقي شغل ولا هتلطم وارجع ايد ورا وايد قدام؟ ويا مولاي كما خلقتني. وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. اسمع يا حسن، يا حسن، رب هنا رب هناك. بقول لك يا صباح، مفيش داعي يا حبيبتي نتكلم في الكلام ده دلوقتي، وخلينا نستنى الايام نشوف هتودينا لحد فين. اجيب لك بقى شويه ترمس عشان تروقي دمك. يبقى انت كده نويت على السفر يا حسن. ماشي. قلت ايه يا صباح؟ صباح يا بنت المجنونه، صباح. صباح الخير. اهلا، صباح الفل يا معلم بدر. يا صباح ماشي بدري ليه؟ جبرنا والحمد لله يا معلم. دلوقتي ما انا بجيب شويه خضار على قد كده بمشي حالي بيهم، يعني على قد الحافك مد رجليك، العين بصيره واليد قصيره. وعلى ايه يا ست ده كله؟ روحي المحل عندي وانا هقول لهم يدوكي كل اللي انت عايزاه، ولما يا ست تبيعي وتسترزقي ويفتحها عليك ربنا ابقي سددي براحتك. ربنا يخليك يا معلم بدر وما تحرمش منك ويزيدك من عين الله. قولي لي الواد حسن عامل ايه؟ اوعي يكون بيتنطط كده ولا كده يشدهولك الشده اللي هي. حسن ده صوت عالي على الفاضي، لكن قلبه زي البفطه البيضاء. انت يا صباح، انت اللي قلبك ابيض وبنت حلال، ربنا يعينك على اللي انت فيه. يا رب يا معلم يا رب. مش عايزه حاجه يا صباح؟ كتر خيرك يا سيدي المعلمين. بجد؟ مستوره والحمد لله. السلام عليكم. مع الف سلامه. إلهي يكرمك ويسعدك ويكفيك شر المرض ويزيدك من نعم الله. شفت يا سيد بعتلي ايه؟ خلاص يا صباح، هيهدوا القطين على دماغكم. يبقى لازم اخش له. مش هيدخلوكي وجايز يجيبوا لك البوليس ويعملوا لك محضر. لا بقى اخد في وشي واطلع على المحافظه. هتطلعي على المحافظه ولا تاخدي حق ولا باطل؟ يعني ايه، ننام في الشارع ولا ننام في الشارع؟ ما انا قلت لك فاكره كنت هتقلعي الشبشب وتضربيني بيه ونزلتيني دمعتي على خدي، بس عشان خاطر عيونك الحلوين دول لسه في امل. امل بجد؟ ده كان يبقى ليك الحلاوه. قول لي يا سيد ايه هو؟ الامل في ايدك انت يا صباح نمره واحد. في ايد انا؟ ايوه، عشان خاطر امك العيانه اخواتك الغلابه. فتحي مخك. ابلغ الباشا. يا باشا سعاده البيه. انت بتندهي عليا انا؟ ايوه بنده عليك يا سعاده البيه. ايه مش فاكرني؟ انت مين وعايزه ايه؟ انا صباح. انت برضو مش فاكرني؟ انا بتاعت الكرسي. كرسي ايه يا ست انت؟ يا سعاده البيه كرسي بتاع امي. انت برضو مش فاكرني؟ انا بتاعت المجنونه. افتكرتك، انت بتاعت الشوربه والزبادي. الحمد لله انك افتكرتني يا سعاده البيه. انا جايبه لك بقى فضلة خيرك قفاصين قوطه وشويه خس وشويه فلفل اخضر وشويه بقدونس لوازم السلطه يعني، وجبت لك معايا فاكهه الموسم كلها. ايه ده كله؟ انا كل اللي كنت عايزه 2-3 كيلو طماطم عشان قليله اليومين دول. ما انا كنت جايباها معايا المجنونه وعقلتها في السكه، بس اعمل ايه؟